أخطر أسطورة فرعونية، الصراع الذي لا ينتهي. حين خيم الظلام على مصر سالتا دماء ملكها العادل أوزوريس. خيانة ست لم تكن مجرد قتل، بل كانت شرارة حرب ستمتد ل80 عاما. بعد أن غدر ست بأخيه أوزوريس وقتله وقطع جسده ونثره في أنحاء مصر، قامت إيزيس بجمع أشلاء زوجها وإعادة روحه، ومن هنا ولد حورس وريث العرش الحقيقي في أحضان المستنقعات. وفي قلب الليل ولد الطفل الذي سيعيد الميزان. إيزيس خبأت حورس في دلتا النيل في المستنقعات والكهوف بعيدا عن أعين ست. حورس لم يولد أميرا، بل هاربا مطاردا منذ ساعته الأولى. منذ لحظته الأولى كان حورس طفلا مطاردا. ست كان يبحث عن أي أثر له ليقتله، لأنه يعلم أن تنبؤات الكهنة تقول الابن سيعود يوما ويستعيد ما سلب. كبر حورس لا كطفل عادي، بل كإرادة نور تتشكل. كان يعلم أن ساعة المواجهة قادمة. قامت الأفعى عجرة بمحاولة قتله لدعم ست، ولكن السحر الإلهي لإيزيس كان الدرع الأول لحماية الطفل. تلقى حورس تدريبا قاسيا من حتحور وتحوت. حتحور تعلمه التحكم بروحه، تحوت يضع يده على رأسه ليمنحه الحكمة. اتحدت الطبيعة معه، الصقر، الماء، الرياح، لتمنحه قوة العناصر. وهنا بدأت ملامح المحارب الأسطوري. عندما كبر حورس وأصبح شابا، وقف أمام محكمة الآلهة ليطالب بالعرش الشرعي، لكن ست رفض، وبدأ الصراع واشتعلت حرب السماء والأرض. وهنا بدأت المعركة الأولى. استخدم كل منهم مهارته الروحية والجسدية